السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. طبعا كعادتنا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نبدأ المشكلة اللي جايالي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا بنت عندي 20 سنة. أنا بطبعي بنت على نياتي، بصدق بسرعة وما أعرفش أخبي. لما دخلت الكلية حسيت إني محتاجة حد يكون قريب مني يشاركني همومي وفرحتي. لقيت بنت من أول يوم كأننا توأم. كانت معايا في المحاضرات، بنذاكر سوا، بنخرج سوا. أوقات الناس كانت بتقول انتوا شبه بعض في كل حاجة. هي بالنسبة لي كانت الأخت اللي عمري ما عشت إحساسها. كنت بفضفض لها عن كل حاجة. مشاكلي مع أهلي، أسراري اللي عمري ما قلتها لحد. حتى كراش كان في حياتي زمان حكيت لها، كنت بحس إنها بتسمعني بصدق وتواسيني بكلمة حلوة. لكن اللي اكتشفته بعد كده كان صدمة عمري. لقيت واحدة صاحبتي التانية بتكلمني وتقولي هو انت حكيتي لفلانة عن الموضوع الفلاني؟ لأنها حكيالي فلانة وفلانة. أنا اتجمدت، حسيت الأرض بتتهز من تحت رجلي. الأسرار اللي كانت أمانة بقت قصة الناس كلها، ومش بس بتنقل الكلام، دي بقت تزود من عندها وتزور الحقائق. تقول للناس إني بخرج مع شباب، إني مش مركزة في دراستي، إني بنت مش كويسة. الكلام ده وجعني أكتر من طعنة، مش عشان الناس لكن عشانها هي اللي اعتبرتها أختي. طلعت بتشوه صورتي. عمري ما هنسى اليوم اللي واجهتها فيه. رحت لها ودموعي في عيني وقلت انت ازاي تعملي كده؟ انا كنت واثقة فيكي. بصت لي ببرود وقالت لي ما تكبريش الموضوع، انا كنت بهزر. الكلمة دي قتلتني اكتر من الخيانة نفسها. يعني حياتي وسمعتي عندها كانت هزار. بعدها اتغيرت، ما بقتش اقدر اثق في اي حد حتى لو واحدة كويسة قربت مني. جوايا صوت يقول لي خلي بالك يمكن تطلع زيها. بقيت حاسة اني مش بس خسرت صاحبة، خسرت قدرتي على اني اثق في الناس. اللي كسرني مش ان الناس صدقت اشاعاتها، اللي كسرني اني انا اخترتها، ان انا اللي فتحت لها قلبي وهي اللي غدرت. عبد الرحمن، انا دلوقتي تايهة، بسألك ازاي اتعامل مع الوجع دوه؟ ازاي افرق بين الصاحب الحقيقي واللي لابس وش صاحبه وهو عدو؟ وازاي افتح قلبي تاني من غير ما اعيش نفس الكابوس؟ طبعا المشكلة دي بيعاني منها شباب وبنات كتير جدا جدا جدا، ألا وهي الخذلان أو الخيانة. ساعات احنا بنثق في ناس نفتكرهم صحابنا، ويطلعوا للأسف الشديد مش محل ثقة، ويطلعوا ناس خاينة وناس ما بتحفظش السر. أنا عايز أقولك إن للأسف الشديد في أيامنا دي قلت الصحاب الجدعان، قلت الصحاب الكويسة. فأنا عايز أقولك أنت حاولي إنك ما تثقيش في أي حد بسرعة. غير كده كمان، حتى لو الشخص اللي قدامك كويس ووثقت فيه، ما تقوليلهوش أسرارك. ليه ما تقوليلهوش أسرارك؟ حتى لو هو شخص كويس وأمين وكويس جدا، النهاردة صديقك، بكرة لو بقي عدوك. لذلك قالوا إيه؟ قالوا احترس من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة. ليه؟ الضربة اللي بتيجي من الصديق هو اللي عارف تفاصيلك وعارف نقاط ضعفك، هو اللي ضربته بتوجع. لكن العدو ما بقاش عارف نقطة ضعفك، ما بقاش عارف تفاصيلك، فما بيعرفش يضرب فين. فأي ضربة بتيجي ما بتبقاش زي ضربة الصديق. ما بتبقاش الضربة زي ضربة الصديق لما يتحول لعدو. فخدوا بالكم يا بنات، مش اي حد تثقي فيه، مش اي حد تحكي له اسرارك، مش اي حد تحكي له تفاصيل بيتك. وغير كده يا بنات، حاجة يعني انا بحب اقولها، انت دلوقتي صديقتك كويسة وامينة، ليه تحكي لها تفاصيلك؟ ليه تحكي لها اسرارك؟ ما تحكيش لأي حد، ما تحكيش لأي حد أسرارك ولا تفاصيلك، ولا تتكلم معاها في أي حاجة تخصك. بلاش يا بنات تحكوا تفاصيلكم وأسراركم لصحباتكم. عبد الرحمن، أنا دلوقتي تايهة، بسألك إزاي أتعامل مع الوجع دوه؟
بصي، الضربة اللي ما بتموتش بتقوي. لازم تاخدي بالك بعد كده، وحاولي انك ما تفكريش في الموضوع ده كتير. انسي وقرب من ربنا وصلي، واللي خانتك دي قولي بس حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، وان شاء الله الوجع اللي وجعتهوني تتوجع زيي، وربنا كده كده الحياة كما تدين تدان. زي ما هي خانتك ووجعتك، حد من صحباتها هيخونها ويوجعها، وهيقول عليها كمان كلام زي ما هي شوهت سمعتك. فانتي خلي بالك من نفسك، ركزي في حياتك وركزي في مستقبلك وركزي في دراستك، وان شاء الله باذن الله تعالى هتبقى احسن من الاول. ازاي افرق بين الصحبة الحقيقية واللي لابسة وش صحبة وهي عدوة؟ هو عامة الصحاب هم الصحاب اللي بيفضلوا في وقت الشدة، لما تتزنقي في حاجة، تتزنقي في فلوس، تتحطي في موقف. مش كل الصحاب يتقال عليهم صحاب. الصحاب هم الصحاب اللي يقفوا معاكي في وقت الشدة. حصل معاكي موقف، زعلتي، بتعيطي، مش عارف ايه، الصحاب هم اللي بيطبطبوا. الصحاب هم اللي اقرب حد بيكون موجود لما نكون في مشكلة. الصحاب بتبقى اول ايد بتتمد لما نكون في مصيبة او محتاجينهم. بس لما يكونوا صحاب، يعني صحاب طيبين وجدعان وكويسين. الصحاب الجدعان هم بيفضلوا موجودين وقت الشدة، وقت الظروف، وقت المشاكل. هم دول الصحاب اللي يتقال عليهم صحاب، اللي هم سند ودعم. تمام. بالنسبة بقى الصحبة اللي هي بتبقى عدوة، دي بتبقى مصلحة، وبتبقى يعني كرهلك الخير، وبتبقى عايزة توقعك في أي مشكلة، وبتبقى يعني عايزة تشوه سمعتك في أي حتة، وكل حاجة عايزة تغطي فيها، يعني كل حاجة عايزة تظهر هي. مش عارف ايه، لو انت تفوقتي تزعل تتغاظ. هي دي الصحبة اللي هي عدوة، اللي هي بتكره لك الخير. لو انت أحسن منها بتكرهك، هي دي الصحبة العدوة. وازاي افتح قلبي تاني من غير ما اعيش نفس الكابوس؟ انا هقول لك احسن حاجة ان انت ما تفتحيش قلبك. خلي بالك من قلبك وحافظي على قلبك، لان انا ممكن اقول لك افتحي قلبك عادي وهتعيشي ان شاء الله وخير وكلام من ده، ممكن تتخاذلي تاني. لان للاسف الشديد في زماننا دوه كسر فيه الخونة. في زماننا دوه كتر فيه الناس اللي حوالينا اللي هي بتبقى خاينة. فانت اقفلي على قلبك، وما تديش سرك لاي حد، وما تثقيش في اي حد، وقربي من ربنا وصلي واقرأي القرآن، وان شاء الله باذن الله تعالى تعدي من الازمه اللي انت فيها. انا عارف ان انت اتوجعتي واتكسرتي لان انت كنت بتحبيها قد ايه، انا عارف وفاهم، بس ان شاء الله باذن الله تعالى ما هي الا فتره وهتعدي، وان شاء الله هتنسي الموضوع وهتبقي احسن من الاول واقوى من الاول. واتمنى اني اكون افدتك واني خففت عليكي. وحافظي على قلبك وخلي بالك من نفسك، ونشوفكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.